اهلا بيك في ملخص الجوله الاولى من الايجيبشن ليج، جوله افتتاحيه بعنوان صفر يا حكم احنا بننام. الزمالك يفتتح الدوري بفوز مثير على سيراميكا، جون عالمي من نص الملعب والجمهور بيخطف الكاميرا بهتاف غريب لهدى الاتربي. رغم الصفقات السوبر الاهلي بيتعادل مع مودرن سبورت في مباراه بعنوان سحر الكرات الثابته وضربات الراس، تعادل سلبي بس بشياكه. دجله بيتعادل مع بطل افريقيا بتيشيرت مميز وصناعه مصريه محليه. حل مع المحلي، اجمل لقطه بتروح لكابتن علاء عبد العال وهو بيوجه لعيبه المحله تروح للقله في المدرجات من الجماهير اللي جت قائلا الناس دي جايه على حسابها عشانكم. اغرب لقطه كانت غياب اللوحات الاعلانيه في مباراه الاهلي الافتتاحيه، هو في عجز في الميزانيه. اجمل هدف بيروح للاعب المصري عمر الساعي واللي تقريبا كان مفنش الدوري مع الاهلي خارج نطاق الخدمه، لكن جول حلو بصراحه. افضل لاعب بتروح للاعيب اللي روي فيتوريا طلب قبل كده انضمامه للمنتخب بس اتفاجئ انه غير مصري. عبد الرحيم دغموم عمل جيم كبير، سجل هدفين منهم واحد كان 1-2 على الطريقه البرازيليه وجون شكله حلو جدا بصراحه. 10 مباريات ب6 تعادلات، الجوله كانت ممله شويه بس معلش لسه قدامنا كتير. ما تنساش تقولي توقعاتك في الجوله الجايه. سلام.